السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دي الحلقة الثالثة من البودكاست باينري توك. معايا ضيف الحلقة دي الباشمهندس عمرو الثقيلي، تيم ليد وفرونت اند شغال ريموت في مصر. هيكلمنا عن ازاي هو ابتدى وكده، وهو ازاي بدأ يطور من نفسه في المجال يعني. فاتفضل يا باشمهندس عمرو. اهلا بيك يا باشمهندس عمرو. انا سعيد جدا ان انا معاك في الله يكرمك البودكاست كمان. في بودكاست باينري توك، وسعيد جدا ان انا احنا اسعد بحكي طبعا. يعني الجيرني بتاعتي. اتمنى ان التوك ده يكون حاجه تساعد الناس ان هي تقدر ان هي ان تعمل كارير شيفت، وتقدر ان هي تشتغل في مجال الفرونت اند ويب ديفلوبمنت او شاء الله ان السوفت وير انجينيرنج ان جنرال. واتمنى شاء ان الله القصه اللي هحكيها دي تكون مصدر انسبيريشن بالنسبه للناس وكده. ان شاء الله. فممكن أبدأ من بداية لما كنت في إزاي بدأت في مجال الويب ديفلوبمنت إن جنرال. أنا في 2011 كنت دخلت كلية هندسة جامعة اسكندرية، وكان كنت ساعتها يعني كنت أعرف جرافيك ديزاين، كنت اشتغلت شوية في فوتوشوب، وكنت أعرف بيسكس عن HTML و CSS. بس ما كنتش أعرف إن في يعني إن أنا ممكن أشتغل أونلاين، أو إن أنا ممكن أفريلانس، أو ان انا ممكن ازود النولج بتاعتي في مجال الفرونت اند، او ما كنتش عارف يعني إيه اصلا فرونت اند ويب ديفلوبمنت. انا كنت بس اتعلمت يعني HTML و CSS عشان اقدر ان اعمل ستاتيك بيجز بسيطه جدا وكده. وكان الجول بتاعي ساعتها ان انا كنت عايز ادخل قسم كمبيوتر انجينيرنج في الكليه. هو القسم ده كان اعلى قسم في اعلى الكليه قسم بقى وكده. في الهندسة اه بالظبط، في هندسه اسكندريه كان بياخد تقريبا 30 طالب او 40 طالب بس من اعدادي هندسه، فكان دخوله صعب جدا. فعملت اللي عليا وكده، وكنت ذاكرت كويس، بس للاسف يعني ما قدرتش ان انا ادخل القسم ده. في نفس الوقت كان في قسم تاني اللي هو السبيشال ديبارتمنت او SSP، كان ممكن ادخل كوميونيكيشن، بس الظروف الماديه بتاعت عيلتي وكده ما كانتش تسمح ساعتها ان انا اقدر ان انا ادخل يعني SSP ديبارتمنت وكده. اه. فساعتها طبعا كان عندي احباط في كده، ان انا حسيت ان انا يعني حلم من احلام حياتي مش هقدر ان انا احققه. ف... فاللي قررت ان انا اعمله ساعتها اني دخلت اقرب قسم لقسم كمبيوتر انجينيرنج، وهو القسم بتاع الكترونكس اند كوميونيكيشن انجينيرنج، او هندسه الكترونيات واتصالات. اه. احنا كان عندنا في مواد كتير مشتركه بين قسم كمبيوتر انجينيرنج وقسم الكترونكس اند كوميونيكيشن. اه. وقررت ان انا اعوض الجزء اللي انا مش هقدر ان انا ادرسه كمبيوتر انجينيرنج بان انا ادرسه مع نفسي. فساعتها كان عندي صحاب في الكليه، يعني صحاب من صحاب يعني ناس مهندسين من اللي دخلوا قسم كمبيوتر انجينيرنج، فعرفت منهم ان في ويب سايت اسمه كورسيرا. ده كان اه. هو زمان، يعني الكلام ده كان في 2011. يا فساعتها كان كان الليرنينج ريسورسز ما كانتش زي بعيدة دلوقتي. خالص. اه. بالظبط، يعني ايامها كان في كان في كتب بس، كان في الريسورسز ويكيبيديا كانت بيجز. قليلة جدا جدا. بالظبط، يعني ما كانش في فري كود كامب ولا اي لا حاجه لا من لا. الحاجات اللي موجوده دلوقتي. فاللي عملته ساعتها ان انا بدات ان انا ادرس على ويب سايت اسمه كورسيرا ويب ديفلوبمنت، وكان في برضه يوداستي كان لسه بادئين وكده، وادكس كانوا لسه بادئين. فقررت ان انا اعمل زي ليرنينج بلان بالنسبه لي، ان انا اذاكر التوبكس المعينه اللي هتساعدني على ان او الكورسز المعينه اللي هتساعدني ان انا ابدا ان انا ادخل في ان انا اخد فريلانسنج بروجكتس وكده. كان في مشكله كبيره برضو في الفتره دي، ان الشركات اللي كانت موجوده ساعتها في اسكندريه، انا كنت في اسكندريه ساعتها، فالشركات اللي كانت موجوده حواليا كانت بتشترط في الريكويرمنتس بتاعتها ان اللي يشتغل في الشركه، او اللي حتى ياخد انترنشيب او تدريب، اه. لازم ان هو يكون خريج قسم كمبيوتر في هندسه اسكندريه، يعني ما هو كانوش بيقبلوا هو بس. زمان كان ما فيش اللي ماشي دلوقتي في السوق. دلوقتي ممكن واحد تجارة يشتغل عادي باللي هو اتعلمه في البرمجة، مثلا يشتغل فرونت اند او بالظبط، باك اند. الاول كانوا لا، ما فيش الكلام ده. انت مهندس برمجة تشتغل زي ما انت ايه، زي ما الشهادة بتقول. يعني زمان بالظبط. ما كانش اه فيه اللي ماشي دلوقتي خالص يعني. اه هو احنا عندنا، يعني انا في التيم بتاعي دلوقتي، في تيم الفرونت اند في شركه بلانك 22، عندنا في ناس متخرجين من تجاره، وفي ناس متخرجين من طب بيطري، وفي ناس متخرجين من علوم. فعادي جدا، يعني مش شرط خالص وهندسه ميكانيكا. وانا عادي نفسي يعني. متخرج من الكترونكس اند كوميونيكيشن. فدلوقتي الناس بيفرق معاها قوي السكيلز اللي عندك اه والاكسبيرينس اللي عندك، اشتغلت في ايه بالظبط، قبل دي كده. المهمة في المجال، مش مهم الشهادة دلوقتي. بالظبط، هي الشهادة مهمة إلى حد ما، يعني لأن أنت تبقى عندك القدرة على، يعني تبقى عندك القدرة على إن أنت تقدر تذاكر، إن أنت تقرأ بالظبط. دوكيومنتيشن، إن اه، أنت هي الحاجات ديت، هي الشركات ب- بتهمها برضو في النقطه دي، اللي انت تكون ذاكرت قبل كده مثلا، او انت تعليم عالي بصفه عامه. يعني انت تعليم عالي، مش بالظبط. مهم انت كده ايه اجتهدت مثلا وانت اخترت التخصص ده، فمش مهم يعني، ادخل معانا عادي. بالظبط
بالظبط بس اه في يعني انت نقطة انت عايزة منشنها بس يا باشمهندس. هو حضرتك لما اتعلمت بدأت تتعلم السوفت وير عامة، حد اداك رود ماب مثلا، او انت دخلت على كورس في كورسيرا مثلا خدته من الاول للاخر؟ الحقيقة لا، ما حدش اداني رود ماب، ودي كانت مشكلة كبيرة في الفترة دي. يعني أنا كنت بدأت بحاجات راندوم جدا ملهاش علاقة بالويب ديفلوبمنت نفسها. كنت الأول يعني أنا الموضوع كله بدأ إن أنا كنت شغال في روبوتكس، يعني كنت بفولنتير في الكلية في روبوتكس تيمز مم. وكده. فتعلمت embedded systems و embedded systems، وكنت بعمل بروجرام روبوتس يعني، بندخل competitions وكده. بس ساعتها يعني realized ان انا عشان انا كان نفسي ان انا اشتغل ريموتلي. كان نفسي ان انا يبقى عندي الفريدم ان انا اقدر اشتغل من اي مكان، ما ابقاش مضطر ان انا اروح اشتغل، يعني ان انا اشتغل مم. في اوفيس معين، او ان انا اضطر مثلا اروح سمارت فيلج او مكان معين واقعد الروتين هناك بتاع عشان. اليوم بتاعك يكون ماشي زي ما انت ما تحب، يعني بالظبط مش في بالظبط يعني فليكسبل في يعني التايم يعني. بالظبط اه. فانا جربت كذا مجال في الاول، يعني كنت درست داتا ساينس على كورسيرا، ودرست اندرويد ديفلوبمنت وكذا حاجه، ولقيت ان الحاجات دي انا مش عجباني، فانا ضيعت وقت كبير جدا لغايه اما بدات اتعلم ويب ديفلوبمنت. ساعتها لقيت ان الويب ديفلوبمنت هي او الفرونت اند ديفلوبمنت سبيسيفيكلي هي اكتر حاجه عجباني، بسبب مم. ان انت عندك، يعني انا كنت بحب جزء ان انا ابيلد حاجه اليوزر يقدر ينتراكت معاها، واقدر واليوزر يشوف الاند ريزلت اللي انا عاملها، مش اه، مجرد مش مجرد سوفت وير بيرن الديزاين على عامة روبوت مثلا هو او. الفرونت اند بيكون حاجة متشافة، الباك اند حاجة مش متشافة، فانت انا اللي بالظبط عملت دي، اللي هو ايه، انا ب- عملت دي. بالظبط يبقى عندك يعني جرانيولار كنترول على اليوزر اكسبيرينس، هتبقى عامله زي انت اللي بتقدر انت توصل الفكره اللي الديزاينر عاملها للاند يوزر. فانا كان عاجبني قوي الحكايه دي. فساعتها كنت شفت في اخر 2014 كنت لقيت سبيشاليزيشنز على كورسيرا بتعلم فرونت اند ويب ديفلوبمنت سبيسيفيكلي. كان ساعتها انجلر 1، مش عارف تعرفه ولا لا. اه، هو انجلر، كان ما تقلقش انا اللي هي مواكب. الفيرجن الاولانيه، لا امم يعني الفيرجن الاولانيه يعني كان فيرجن قديمه من انجلر وكده. وبوت ستراب، وكان واللي هي وسيمانتك اتش تي ام ال اه وكده، اه اللي هي اتش تي ام ال 5. فده اللي كنت بدات بيه ساعتها. خلصت السبيشاليزيشن دي على كورسيرا. وساعتها كان في روبوتكس تيم اللي انا كنت شغال فيه، السينيورز كانوا عايزين يعملوا ويب سايت. فساعتها فرصة. يعني زي اي كوميرس ويب سايت. امم فكنت ده كان اول بروجكت عملته في حياتي. وبعد كده بدأت سمعت في الكلية عن اب وورك. كان ساعتها اه، كان اسمه فريلانس بقى. اوديسك ساعتها. يا بالظبط. فبدأت على اب وورك وفريلانسر دوت كوم ان انا فريلانس وكده. لغايه اما جالي اوفر على فريلانسر دوت كوم لشركه ريموت موجوده في مالطا. كان اسمها ويبي. فساعتها جوين زم از جونيور فرونت اند انجينير. دي كانت اول بدايه ليا، وبدات ان انا اتعلم كتير جدا رياكت جي اس وتكنولوجيز مختلفه. فدي تعتبر اول بدايه ليا في الريموت ورك يعني. بس وبعد كده بعد ما خلصت الكليه اشتغلت في شركه في اسكندريه اسمها كل روبيكال. ده ثواني بس، كل ده اه وحضرتك لسه في الكلية؟ بالظبط انا تمام، كنت شغال يعني وانا في اشتغلت الكليه. ريموت وانت في الكلية؟ بالظبط انا مم. كنت شغال ريموتلي وانا في الكليه. هو بسبب برضو ان انا ما كنتش حابب قوي دراستي، لان هي بالذات المواد اللي كانت من بره القسم او بعيد عن السوفت وير انجينيرنج ما كنتش حاببها قوي. وكنت عارف ان انا، يعني انا كان عندي كلير فيجن من وانا في الكليه ان انا هتخرج هشتغل في الفرونت اند ويب ديفلوبمنت او في الويب ديفلوبمنت ان جنرال يعني. فعشان كده كنت بحاول ان انا جين اكسبيرينس وانا في الكليه. ويمكن دي مشكله من المشاكل اللي بشوفها في الانترفيوز دلوقتي، ان بعمل انترفيوز لناس كتير بيكونوا متخرجين من كمبيوتر انجينيرنج ومن الكترونكس ومن كمبيوتر كوميونيكيشن ومن حاسبات ومعلومات، بيكونوا متخرجين وما عندهمش اي اكسبيرينس. يعني الحاجه الوحيده اللي عملوها في حياتهم ان هم عملوا جراديويشن بروجكت مثلا. ساعات لما بسالهم في الديتيلز بتاعت الجراديويشن بروجكت مش بيكونوا مم. حتى ليهم كونتريبيوشن كبيره فيه او كده. فدي حاجه اتمنى ان الناس تعملها، ان هم وهم في الكليه يحاولوا ان هم يشتغلوا في بروجكتس حقيقيه، يشتغلوا في شركات حقيقيه يعني. احنا عندنا حتى في الشركه في انترنشيب بروجرام، والانترنشيب بروجرام ده ناس بتبلد فيه ابس، والابس دي ناس بتستخدمها وكده. فانت بتبقى متخرج من الكليه وانت عندك اوريدي اكسبيرينس حقيقيه في سوق العمل يعني. هي المشكلة آم، ان في حاسبات دلوقتي، يعني الشاب بيدخل، مش معظم الناس بيبقى عندهم الادراك اللي هم ممكن يذاكروا من دلوقتي. يعني معظم الشباب بيبقوا داخلين عايزين ايه، يخلصوا اللي عليهم وخلاص. هم مش بالظبط فاهمين ان هو لو ذاكر يعني من سنة اولى هو ممكن يشتغل اصلا من، يعني بالظبط قبل ما يتخرج بكتير. لو هو ممكن سنتين في سوق العمل هتاخد نوليدج واكسبيرينس، خلاص انت هتشتغل وانت لسه في الكلية. يعني في ناس مش مدركة مظبوط. الكلام ده.
مظبوط. انا اعرف ناس، يعني اعرف ناس في الكليه في سنه ثالثه في الكليه، وراحوا وشغالين في شركات ريموتلي، وشغالين تكنيكال رايترز وديف ريليشن يعني بيبل وكده. ففي ناس كتير بتقدر ان هي تشتغل وهي اصلا وهي في الكليه، يعني مش موضوع كبير. ولما بتتخرج يعني ده اللي هيفرق بينك وبين حد تاني مثلا بالظبط. ممكن يتخرج ويضطر ان هو يروح مثلا ياخد دبلومه تانيه او حاجه تانيه عشان يقدر ان هو يعوض ان هو ما كانش اه بيعمل حاجه بالظبط. في الكليه ويعمل او بروجكتس حواليه. هيضيع وقت بعد التخرج، يعني هيضيع سنين من عمره بعد ما يتخرج، هيلاقي نفسه هو لسه فريش مش عارف يعمل حاجه. يعني بالعكس بالظبط. كمان، ده اقل من الفريش. يعني الفريش ممكن يكون عامل يشتغل على بروجكتس مع نفسه، ده اقل من بالظبط. الفريش كمان. مظبوط بالظبط اه. تعتبر بقى يعني شغلي في روبيكال في اسكندريه ده كان اوفيس جوب، ما كانتش ريموتلي. انا كنت عايز اشتغل في اوفيس، وكنت عايز اتعامل مع سوفت وير تيم، انجينيرز وابقى اه. شغال في انفايرمنت. اه بالظبط. فانا كنت جوين زم كميد سينيور انجينير ساعتها. وفي الشركه اترقيت لسينيور بوزيشن. ما شاء ويمكن دي الله. برضو من المشاكل اللي انا عايز اتكلم عنها والاخطاء اللي انا عملتها في الكارير بتاعي، ان انا كنت مهتم قوي. يعني انا كنت هارد وركر قوي، وكنت نفسي ان انا ابقى سينيور. فحاسس ان بسرعه. انا يعني كنت محتاج، بالظبط، انا كنت محتاج ان انا اجيب ات سام تايم. يعني انا قعدت في الشركه حوالي سنتين او كده، وجت بروموتد للبوزيشن ده. يعني كان عندي توتال اوفرول حوالي 3 سنين او 3 سنين ونص لما بقيت سينيور. وده وقت قليل، مش وقت اه، يعني السينيور بياخد مش اكتر من كده. بالظبط. يعني انا كنت كويس كل حاجه، بس لا يعني حاسس ان انا كنت ممكن اشتغل على بروجكتس اكتر، كنت ممكن اجين اكسبيرينس اكتر قبل ما جيت بروموتد للبوزيشن ده. بس وبعد كده جالي في فتره بقى بعد كده، في اخر شغلي في الشركه حسيت ان انا محتاج ان انا اشتغل ريموتلي وابقى فري اكتر، واقدر ان انا اموف اكتر واروح اماكن مختلفه وكده. فجالي اوفر من شركه في كندا اسمها بيلكرو. والشركه دي كانت شغاله في السبسكريبشن بزنس، النيوز بيبر سبسكريبشن وكده. ودي تعتبر من احسن الشركات اللي انا اشتغلت فيها برضه في الكارير بتاعي. كنت شغال معاهم كسينيور فرونت اند انجينير. وبعد كده جالي اوفر تاني في شركه في سنغافور، كان كليد بوزيشن للفرونت اند تيم بتاعهم. هي كانت شركه اي سام سيلر موجوده في سنغافور. فالاي سام دي اللي هي زي فيرتشوال سيم كاردز. اوكي. اه. فقبلت الاوفر ده وجويند زم كريموت ديفلوبر برضو. وبعد كده شركتي اللي انا موجود فيها دلوقتي اللي هي بلانك 22 كونتاكتد مي ان هم بعتوا لي اوفر برضه، فجوين مم. زم از فرونت اند ليد. بس يعتبر الاكتوال ورك بتاعي كفرونت اند ليد يعني بدأ في بلانك 22. انا بقى لي حوالي سنتين في الشركه دلوقتي كفرونت اند ليد. ويعتبر دي اكتر فتره جينت فيها اكسبيرينس، وقربت فيها اكتر من الاوفرول جول بتاعي اللي انا عايز اوصله كمان كام سنه، ان انا ابقى انجينيرنج مانجر. ما فالشركه شاء الله. اتعلمت فيها مانجمنت سكيلز كتير قوي، غير السوفت وير انجينيرنج. يعني انا كنت كويس في السوفت وير انجينيرنج، بس في بلاك 22 كان عندي الابيليتي ان انا ابيلد تيم، ان انا امانج تيم ده، اعمل انترفيوز. انا كنت بعمل انترفيوز في البريفيس جوبز، بس في بلاك مم. 22 هي one of my main responsibilities او مسؤوليه اساسيه عندي، ان اه، انا اعمل انترفيوز، ان انا اعمل ليرنينج تراكس للناس في التيم، ان انا ابقى انفولد اكتر في الكود ريفيوز بدل ما اكون بكود طول الوقت، ان انا ابقى انت بعمل كود بتريفيوز ريفيوز كود، للبروجكت. اه. بالظبط. هي سوفت على وير هاوس الجونيورز كمان، والميد ليفل والكلام ده. والسينيورز كمان. يعني هو ما الفكره ان هو هي بس السينيور سوفت وير هاوس. الفكرة اللي هو بيحتاج بصة سريعة، اللي هو مش بالظبط. بياخد. مم. مش بياخد مظبوط الوقت جدا. اللي هو بتاع الجونيور والميد ليفل، الاتنين اه دول اه. بيبقى الموضوع صعب معاهم شوية في الأول يعني. هو اكشلي السينيورز في التيم كمان هم من الريسبونسبيلتيز بتاعتهم ان هم بيعملوا ريفيوز للجونيورز والميد ليفل. آه ف فبس هو دلوقتي انا وبقيت انفولد اكتر كمان في حاجه مهمه جدا، وهي ديسكفري فيزز، ان انا بميت مع كلاينتس في البدايه، بجازر منهم ريكويرمنتس، واقدر اعمل لايك تكنيكال سبيك دوكيومنتس، تكنيكال سبيكس دوكيومنتس، ان انا اقدر اكتب الريكويرمنتس دي في صوره تكنيكال بوينتس وبروبوزلز لكلاينتس اند سو اون. فالموضوع ده ما كنتش اقدر اعمله لما كنت سوفت وير انجينير بس. فاعتقد ان الرول بتاعي هنا سمح لي ان انا اعمل الكلام ده اكتر. وده بيقربني اكتر من الجول بتاعي اللي هو بتاع الانجينيرنج طيب، مانجمنت في حتة بالنسبه لي. عايزين نمنشنوها. طيب، آه، الفرق بين الأوفيس والشغل الريموت فرق كبير. يا ريت تكلمنا عن النقطة بالظبط. دي. بالظبط. هو احنا شركتنا دلوقتي احنا عندنا اساسا 3 اوفيسز في اسكندريه، وعندنا اوفيس في دبي. فاوبشن ان انت تشتغل وبنفتح اوفيس في لندن دلوقتي. ما شاء الله. فحته ان انت تشتغل من اوفيس دي موجوده دلوقتي عندي. يعني انا ممكن، بس احنا في فولي ريموت. يعني احنا موجودين اول اوفر ذا وورلد التيم وكده. وفي ناس في القاهره، في اسكندريه، في ناس في يوروب، في ناس في يو اس. فممكن نشتغل من اي حته. في ناس في دبي برضه. بس الفكره كلها ان انا بفضل ان انا اشتغل ريموتلي بسبب ان انا ليا كنترول على الورك انفايرمنت بتاعتي.
يعني لما بشتغل من الاوفيس ساعات بلاقي ان انا بضيع وقت كتير جدا مثلا في المواصلات، بضيع وقت كتير مم. جدا في ان انا في الدوشه عامه، في distractions بتبقى موجوده في الاوفيس انت يعني. محتاج هدوء. بالظبط صح. بالظبط يعني روقان. بالظبط يعني انا في الاوفيس بتاعي هنا في شقتي موجود، انا عامل اوفيس اوضه مخصوص عاملها اوفيس ليا. مم. فعندي كنترول على كل حاجه، يعني المكتب مثلا، الكرسي، الانترنت بتاعي كويس، الاضاءه، اللايتنج، عشان وانا في بالظبط. ميتنجز مع كلاينتس بره مم. مصر وكده. يعني فليك كنترول على كل حاجه، مفيش وقت بيضيع. يعني انت عايز تشرب قهوه مثلا، تشرب قهوه في بتقوم ساعتها. تعمل بالظبط يعني مش مفيش وقت بيضيع في اي حاجه زي لو انت رايح اوفيس يعني. بالظبط. آه، طب بالنسبه فعندي للسوفت سكيلز اللي انت بتكتسبها من الاوفيس ذات نفسه بتفرق صح؟ الحقيقة دي نقطة مهمة جدا، شكرا على ان انت قلتها. النقطة بتاعت التعامل مع الناس عامة، يعني ان انت بالظبط. تبقى في ناس في حياتك. انت لو دي كانت مشكلة اكشلي لما كنت شغال ريموتلي وانا في اسكندرية، وده كان سبب من اسباب ان انا سبت بيت اهلي في اسكندرية ويعني ونقلت للقاهرة، ودلوقتي عايش في ايست كايرو في شقتي وكده. فالفكرة ان هي ان انت لو شغال ريموتلي وقاعد في البيت وما بتعملش اي حاجة، فانت اكيد هيجيلك اكتئاب، يعني اكيد هيجيلك بالظبط. اكتئاب، اكيد هتبقى عندك بور سوفت سكيلز. حتى لو انت بتتعامل مع ناس اونلاين مش هيبقى زي ان انت بتتعامل مع ناس ان بيرسون. فده يجيبنا لنقطه مهمه جدا، وهي اختيار الناس اللي يكونوا موجودين في حياتك. انت لازم ان انت يبقى عندك صحاب، الصحاب دول يكونوا شبهك، يكونوا مم. بيمثلوا القيم اللي انت عايزها تكون موجوده في حياتك، او يكونوا زيك او احسن منك. فانا شغال ريموتلي، بس انا عندي صحاب بخرج معاهم، بتكلم معاهم في سوفت وير انجينيرنج، بنتكلم في حاجات في الحياه، بنقرا كتب، بنتكلم عن حاجات وكده. فالجزء اللي انت بتفتقده من الاوفيس انت تقدر ان انت تعوضه بان انت تعرف ناس كويسه وناس شبهك. ودي من اهم الحاجات، ان انت يبقى عندك اكتيفيتيز تعملها في حياتك وحاجات تعملها في حياتك جنب شغلك. فانا الجزء اللي انا شلته من ان انا اضيعه مثلا في المواصلات او كده، وانا في الاوفيس، حطيته في ان انا بعمل حاجات تانية مفيده اكتر، يعني ان انا اروح جيم مثلا، ان انا اقعد اتكلم بالظبط. مع صحابي، حاجات كتير تانية محتاج ان انا اعملها عشان يبقى عندي ورك لايف بالانس احسن يعني. طيب بالنسبه بقى لو شاب لسه، يعني هو اوريدي لسه داخل المجال ويعني عامل مشاريع وهو دلوقتي خلاص جاهز اللي هو يشتغل، تنصحه اللي هو يشتغل في اوفيس ولا يشتغل ريموت من البيت؟ الحقيقة هو أنصحه جدا إن هو يشتغل في أوفيس، لأن هو هيتعامل يعني في شركة تكون ليها أوفيس وكده، ويروح يتعامل مع الناس في الأوفيس، لأن هو هيكسب يعني اكسبيرينس كبيرة جدا من التعامل مع الناس في الأوفيس عامة، ك communication skills. وبرده كأن هو هيبقى عنده ناس افيلبل اكتر ان هو يسالهم في الحاجه وكده. هيشوف اللايف ستايل بتاع السوفت وير انجينيرز الشركه عامل ازاي وكده. بالظبط يعني غير لو هو بدا ريموتلي. وكمان ما انصحش خالص ان اي حد يبدا بفريلانسنج زي ما انا عملت كده، عشان انا ما كانش قدامي اوبشن تاني مم. ان انا اعمل اي حاجه غير كده. لكن انصح الناس ان هي تبدا باي سالري في شركه في اوفيس، ويتعاملوا مع الناس ويشوفوا الورك انفايرمنت بتاعتهم عامله ازاي. ده هيفيدهم وهيفرق معاهم جدا في بدايه الكارير بتاعهم. وبعد كده ممكن ان هم يجوين حاجه ريموتلي لما يبداوا ان هم يبقى عندهم اكسبيرينس في الشغل، يبقى عندهم كوميونيكيشن سكيلز كويسه. فهم ساعتها ممكن يبداوا ان هم يترانزيشن لريموت ورك او كده. طيب في بوينت برضو عايزين نمنشنها، الا وهي ان ايه الفرق بين الكود بتاعك لما بتكون شغال فريلانس، عشان النقطه ديت انا واجهتها شخصيا، والفرق بين الكود بتاعك لما تشتغل في الشركه، اللي هو انا واحد دلوقتي شغال اه فريلانس كبدايه، اه انا دلوقتي بكتب كود بس من دماغي وما حدش بيفيو الكود ده على بيريفيو ات اه بالظبط. اه آه، اه لما بشتغل في آه، شركه بقى ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني انت حسيتها لما اشتغلت في اكيد فريلانس اكيد. يا ريت اه تكلمنا عن يعني النقطه ديت بقى. لما كنت بفريلانس وانا جونيور في البدايه، كانت المشكله الكبيره ان بكتب ان انا بحاول، يعني حتى كمان في الاستراجلز، انت لما يبقى عندك مشكله او كده، انت لازم تحلها مع نفسك، يعني اخرك بتجوجل الحاجه، اه بتشوف بالظبط. الانسرز بتاعت الناس وكده. فما كانش حد بيريفيو الكود بتاعك، فانت تكتب فانكشنال كود. لو انت بدات بفريلانس دي حاجه غلط طبعا، انت مش كده. صح. لكن لو انت بدات وانت في شركه، ان انت تبدا كجونيور في شركه، فانت بيبقى عندك اول حاجه، يعني بيبقى عندك سينيورز وتيم ليدز وكده، بيقدروا ان هم يبروفايد يو بليرنينج تراكس تقدر ان انت تتعلم منها، فهم بيساعدوك في الكارير جروث بتاعك اساسا في البدايه، ان انت تبدا بدايه صح اساسا. بيبقى عندك ناس بتريفيو الكود بتاعك، فتقدر تقول لك ايه الصح وايه الغلط. مش زي ما انت كنت، يعني بيبقى عندك برضو conventions معينه، يعني مثلا ما ينفعش ان انت تعمل بي ار مثلا بكود بانفورماتد كود مثلا. فانت في شركه هتلاقي لا، في ريستريكشنز اكتر للكود بتاعك، فانت بتكتب كود بتفولو مثلا، شغال مع تيم،
فانت اه وانت شغال مع تيم بتكتب ويل اورجنايزد كود، لان التيم ده مش هيسيبك تعمل ميرج لا لا، البي مش ار مثلا. بدماغك، مش بدماغك، لا. بالظبط. بالظبط، انت لازم تفولو الكونفنشنز الموجوده في البروجكت. لا، فلا يعني انت ان انت تبدا، يعني الناس اللي عندنا في الشركه اللي هم كانوا بادئين جونيورز وبعد كده يعني وجود بروموتد دلوقتي الانترميديت انجينيرز وكده، او كانوا بادئين فريش وبقوا جونيورز او كده، الناس دي بتستفيد جدا ان هي بيبقى عندهم جايدنس موجود من الشركه نفسها، من الممبرز التانيين اللي في الشركه، مش بيعملوا اللي هم عايزينه خلاص. ودي اكشلي برضو نقطه مهمه جدا. انت ممكن برضو في ناس اعرفهم يعني صحابي وكده يعني بداوا في شركات، بس المشكله ان هم الشركات دي كان التيم بتاعها صغير جدا. انت ما ينفعش تبدا في الشركه مثلا التيم انت وحد تاني بس مثلا في الفرونت اند تيم. لا، حاول تشوف شركه فيها مثلا 20 واحد في الفرونت اند تيم، مثلا ستارت اب 25 واحد. ستارت اب. بالظبط بالظبط، يعني حاول، ده المينيمم عشان تقدر انت تستفيد من الناس، ما تبقاش انت برضو يعني. انت ممكن تبدا في شركه تبقى انت responsible for everything اه ومفيش اللي حد هو بيريفيو الكود بتاعك وكده. اه اه يعني المفروض اصلا لما تشتغل تحاول تشوف حد اعلى منك مش اقل منك، او انت ممكن تكون الكوماندا. يعني انت لو اللي هتليد الموضوع ده، انت مش هتاخد خبره. بالعكس، ده انت بالظبط. هتفقد حاجات كتير، هتفقد وقت وهتفقد، يعني انت هتليد للاسف. الناس غلط. ازاي بالظبط، انت طيب؟ كده، انت كده هتلاقي ان انت يعني كل الحاجات الكريتيكال اللي ممكن تحتاج تعملها هتلاقي نفسك انت اللي بتعملها. ساعات ممكن تلاقي مفيش حد بيريفيو الكود بتاعك، ساعات هتلاقي نفسك ان انت بس بتبيلد ريكويرمنتس بس عشان البرودكت. والكلام ده معظم الوقت بيحصل في البرودكت كومبانيز سبيسيفيكلي، مش في السوفت وير هاوسز، لان معظم السوفت وير هاوسز بتبقى عندها تيمز كبيره. لكن ممكن في برودكت كومباني ستارت اب صغير مثلا تلاقي م- مثلا التيم كله مثلا 5 مثلا. م. فانت مش هتجين اكسبيرينس كويسه من ان انت لا لا، جوين شركه صغيره كده وانت لسه في البدايه يعني. تمام. احنا دلوقتي اتكلمنا عن الشغل الريموتلي. انا عايز بس اسال حاجه واحده، يعني انا دلوقتي لو عايز اشتغل ريموت، ايه الحاجات اللي في الاول اللي ممكن تفيدني وتساعدني ان انا اشتغل ريموت؟ هو يعتبر اهم حاجه هي ان انت يكون عندك اكسبيرينس قبل كده. ان انت لازم تكون اشتغلت قبل كده في اوفيس او في مكان تاني، في مكان اتليست مع مثلا ناس بتستخدم نفس اللغه بتاعتك، مع مصريين مثلا او كده، تمام. وبقى عندك اكسبيرينس معينه. ساعتها تقدر ان انت او ايا كان انت في انه بلد يعني، بس يبقى عندك اكسبيرينس من اوفيس نفسه كنت شغال فيه وكده. فساعتها تقدر ان انت تموف لريموت بوزيشن. لازم يكون عندك ورك انفايرمنت، انت المسؤول عن كل حاجه. لو انت اشتغلت ريموتلي فانت المسؤول عن حياتك، انت المسؤول عن عدد الساعات اللي انت بتشتغلها في اليوم. فانت لازم تبقى عارف ان انت تبقى شغال في اوفيس، يعني تعمل اوفيس في البيت يكون هادي، يكون فيه انترنت ستيبل. لو الانترنت بتاعك حصل فيه حاجه فانت لازم يكون عندك باك اب راوتر او بتفتح هوت سبوت او وات ايفر. فانت لازم يبقى عندك مم. باك اب بلان عشان تقدر ان انت تحضر الميتنجز بتاعتك وما يبقاش فيه انتربشنز دي وكده. حاجة مهمة جدا، لأن ساعات بالظبط ممكن بيحصل يعني حاجة مش متوقعة. يعني مثلا ممكن النور يقطع، بالظبط. يعني أنا عن نفسي بواجه من المشكلة ديت، لأن أنا عندي بي سي. اه فقريب جدا أنا بإذن الله هجيب لاب وهنزل تحت، يعني هيبقى ده اه هو الحل البديل. بحس إن إيه، أنا مثلا أنا شغال ريموت أنا كمان يعني بالمناسبة. اه آه، لو حصل حاجة أنا هاخد اللاب ده وأنزل، لأن حاليا الموضوع يعني ممكن يحصل أي دروب. بس هو الحمد لله ما حصلش حاجة يعني دلوقتي، بس بالظبط. إيه، إن هو شاء الله يا ربنا سترها يعني. هو بالنسبه برضه لموضوع النور يقطع دي، برضه انت لازم تجيب يو بي اس اللي هو اه اه uninterruptible باور سورس للراوتر بتاعك، عشان لو النور قطع فيبقى يفضل عندك انترنت. فلو انت في ميتنج اخرك هتقفل الكاميرا مثلا لو النور قطع فتكمل الميتنج عادي م- وكده. وبرضه من اهم الحاجات عشان لو انت هتشتغل ريموتلي هو ان انت يبقى عندك ورك لايف بالانس. وانت في اوفيس انت عارف ان انت بتشتغل مثلا 7 ساعات في اليوم مثلا، تمام اه. لكن وانت شغال ريموتلي انت ممكن تفضل شغال 14 ساعة في اليوم مثلا. محدش حصل هيقول لك حصل. يعني انت شغال، او ممكن تشتغل ساعتين بس، فحسب صح. برضه بحسب الانفايرمنت اللي انت شغال فيها. فانت لو شغال ساعتين طبعا هيرفدوك ف... لا، هو هيبان في الكود بتاعك اللي انت ما اشتغلتش، مش هتعرف تحور بالظبط عليهم. يعني بالظبط. انت اللي ليك كل الكنترول على حياتك، فانت اللي لازم تبلد حياتك بالطريقه الصح. يعني الاوفيس بتاعك يكون مناسب للشغل، يبقى عندك حاجات بتعملها في حياتك بتعوض عدم وجود ناس معاك في حياتك. يعني انت لو شغال في اوفيس انت معاك ناس، لو مش شغال، لو شغال ريموتلي فانت اللي لازم تشوف الناس اللي هتبقى في حياتك. ما ينفعش ان انت تعرف ناس مختلفه عنك مثلا، لان دول هيضيعوا وقتك على الفاضي. لازم تعرف ناس بتكون بتشير نفس الكومن فاليوز اللي عندك وتخليك تجرو في الكارير بتاعك، لان هم يكونوا ناس شبهك وكده يعني. اعتقد هي دي تمام. بوينت صح. آه، هنظبطه موضوع الوقت. طيب بالنسبة دلوقتي انا مثلا، انا اللي انا فهمته كده ان انا ما ينفعش اشتغل ريموت الا لما اخد خبرة. يعني انا ما ينفعش اكون مثلا جونيور واقول انا عايز اشتغل ريموت.
يعني لازم اكون عندي احتكاك بشركات عشان خاطر ابدا اشتغل ريموت. يعني مثلا ممكن نقول مثلا 3 سنين خبره اكسبيرينس، مثلا 3 سنين 3 سنين. ممكن يعني ممكن مثلا سنتين، مثلا من سنتين ل3 سنين يعني تبدا ممكن تقول من ان بدايه الميد ليفل، صح؟ بالظبط. بس هو الفكره كلها برضو انت ممكن تشتغل ريموتلي وانت في شركه مثلا في مصر مثلا، فانت هيبقى عندك اوبشن ان انت تروح اوفيس، زي مثلا الشركه اللي انا شغال فيها دلوقتي بلينك 22، ان انت تقدر تروح الاوفيس. عندك التو اوبشنز، يعني انت تشتغل في اوفيس او ريموتلي. لكن فكره ان انت تجو كومبليتلي ريموتلي وتشتغل مع شركات بره مصر وكده، فانت لازم يكون عندك من سنتين ل3 سنين مثلا اكسبيرينس عشان تقدر ان انت تتعامل معاهم بروبرلي وكده وتكمل في الشغل. طيب احنا دلوقتي عايزين بقى نعرف ازاي انا اشتغل في شركه بره مصر. يعني شركه مثلا زي ما أنا اشتغلت كده في الاول في اه كندا. ازاي بقدم اه على الشركات دي، وازاي السكيلز بتاعتي توافق السكيلز اللي هم طالبينها يعني. بالظبط. هو معظم الشركات الريموت هتلاحظ ان هم بيكونوا طالبين ناس يكون عندها اوريدي اكسبيرينس، يعني مش هتلاقي اي حد بيطلب تمام. فولي ريموت كانديديت ما يكون فريش جراديويت مثلا، ما فيش حد بيعمل كده. ده لا لا، ف ريموت صعب. ف دي اهم نقطة. بتشوف الاوبشنز اللي انت ممكن تقدم فيها على شركات، بتشوف في ستاك اوفر فلو جوبز، بتلاقي عليه جوبز موجودة ريموتلي. لينكدين في الاوبشن ان انت تفلتر الجوبز اه، في بالريموت، السيرش بريموت بوزيشنز. اه بالظبط. في برضو ريموت اوكي. ريموت اوكي ده زي جوبز اجريجيتور، بيقدر ان هو يقول لك على الريموت جوبز اللي انت ممكن تشتغل فيها وكده. بالنسبه لي انا كنت لاكي انف ان انا كان بيجي لي اوفرز ريموتلي، فعشان كده قدرت ان انا جوين شركات كويسه وكده. بس هو انت عامه على اول ما تبدا ان انت تبقى سينيور انجينير، هتلاقي الناس كلها في بتبعت لك فرص. اوفرز. بالظبط. فرص كتير. يعني مش هتلاقي نفسك بتقدم، انت هتلاقي الريكروترز او الشركات هي اللي بتريتش اوت ليك وبتبعت لك اوفرز وكده. فاعتقد هي دي الاماكن اللي ممكن تشوف فيها ريموت جوبز. اهلا بيك يا وصلنا لاخر الحلقه، كان معايا الباشمهندس عمرو الثقيلي، كان بيكلمنا عن الشغل الريموت وازاي هو بدأ فيه. فلو حابين تتفرجوا على الفيديوز اللي الباشمهندس عمرو بيعملها، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. وطبعا دي مش اخر حلقه، باذن الله هنعمل حلقات تانية مع الباشمهندس عمرو، هنطلع منه معلومات كتير باذن الله. فانتظرونا في حلقات تانية. السلام عليكم. شكرا جدا يا باشمهندس عمرو. نورتنا يا باشمهندس عليكم عمرو. السلام. شكرا جدا.